اخواتي، مين فيكم يفتكر اللاعب عمرو سماكه؟ طب ليه اللي فيكم ما حضرش او اللي فيكم ما يعرفوش؟ عمرو سماكه كان لاعب لنادي الترسانه وانتقل لنادي الاهلي في موسم 2005 وقعد مع النادي الاهلي لمده موسمين تقريبا ما عملش فيهم حاجه وكانت رحله غير موفقه، وبعد كده اختفى عمرو سماكه وما سمعناش عنه حاجه. المهم يا سيدي، الكابتن عمرو سماكه ظهر اخيرا في بودكاست من كام يوم، وكان ليه تصريح كده انا شفته ودخلت سمعته وكان نفسي اعلق عليه، بس انتوا عارفين بقى مشاغل الدنيا. الكابتن عمرو سماكه يا سيدي طلع في البودكاست اللي كان فيه بيقول انه وقت ما انتقل للاهلي كان النادي الزمالك عايزه، وده امر طبيعي عادي، ممكن لاعب يجي له اهلي وزمالك ويختار ده او ده. ولكن كمل كلامه الكابتن عمرو سماكه وقال لك النادي الزمالك بعت لنادي الترسانه شوالين فلوس من اجلي، وشوالين الفلوس دول كان فيهم 2 مليون جنيه ونادي الترسانه صرف منهم 300,000. قال لك ولكن انا عشان راجل اهلاوي وعايز النادي الاهلي دفعت من جيبي عشان خاطر اروح النادي الاهلي. بص يا كابتن عمرو، انا ما عنديش مشكله في كل اللي انت بتقوله ولا ليا دعوه بمستواك لما كنت لاعب، وهل مستواك ده كان يأهلك اصلا تلعب اهلي وزمالك ولا لا؟ بدليل ان انت لما رحت النادي الاهلي تعتبر ما نجحتش، ولا ليا دعوه بالمشاكل اللي حصلت معاك في اخر مسيرتك في السنتين بتوع النادي الاهلي وبطلت بسببهم كوره. ولكن بصراحه كده في كام كلمه في تصريحك ما يبلعهمش عيل صغير. اول حاجه ان نادي الزمالك بعت لك شوالين فلوس، ليه يابا شوالين؟ من قله الشنط يعني؟ تاني حاجه بتقول لي ان الشوالين دول كان فيهم 2 مليون جنيه، والكلام اللي انت بتحكي فيه ده كان في 2004 2005، يعني الورقه ام 200 كانت موجوده عادي خالص، يعني ال 2 مليون جنيه اللي انت بتحكي فيهم دول كانوا يتحطوا في لانش بوكس عادي خالص، فكلامك كله على بعضه اصلا غير منطقي. ولكن الكلام ده بصراحه بقينا بنسمعه من لعيبه كتير قوي سواء لعبوا للاهلي او للزمالك، وطبعا كل ده سببه ان انتوا اختفيتوا عن الصوره بقالكوا كتير قوي وراجعين عايزين تلموا الريتش. يعني برضو في لعيبه قدامى من نادي الزمالك بيعملوا نفس الموضوع، ويطلع يقول لك ان النادي الاهلي كان عارض عليه 1000 ناجه من النياجه الحمر، ولكن الراجل رفض ولعب في النادي الزمالك بوجبه دينار بوكس وعلبه تارجت احمر. والمشكله ان كل اللعيبه اللي بتعمل الحكايات دي بيبقوا مشتركين في نفس الصفات، اللي هم اصلا ايام ما كانوا لعيبه ما كانوش لعيبه من الاسماء اللي ليها وزنها، وزي ما دخلوا الناديين زي ما طلعوا منهم، وللاسف بعد ما بطلوا اختفوا تماما عن الساحه، لا حد فيهم بقى مدرب ناجح ولا مدير فني ناجح ولا عمل اي حاجه في مسيرته. فالموضه بقى اليومين دول انه يطلع ينكش النكشه ويلم الريتش، اهو اللي اهلاوي منهم بيلم الاهلاويه واللي زملكاوي منهم بيلم الزملكاويه. فنصيحتي للناس دي، شوفوا لكم شغلانه وفكوكم من شغل الثلاث ورقات ده، اشتغلوا في التدريب، اشتغلوا في قطاع الناشئين، افتحوا لكم اكاديميه ناشئين، هي يعني جت عليكم؟ على الاقل انتوا لعيبه قدامى وعندكم خبرات والناس عارفاكم. افتح لك يا اسطى اكاديميه، لم لك كام عيل، اشتراك العيل ب 50 جنيه في الشهر هترزق والله. انما عايز تطلع تاكل بعقل الناس حلاوه مش حلوه في حقك، بالاخص ان انتوا يعني في ناس كتير شافتكم وانتوا بتلعبوا وعارفين انتوا كنتوا لعيبه حجمها عامل ازاي. وبعدين ده دول كده الغلابه اللي بيلعبوا على حبل الاهلي والزمالك، ده في لعيبه تانية بتشطح بخيالها وتقول لك ارسنال وليفربول، واللي يقول لك بيريز رئيس ريال مدريد جالي سيرا على الاقدام لحد القاهره عشان يضمني النادي ريال مدريد وانا اللي رفضت. فما تعرفش الناس دي بتبطل كوره وبتشتغل في الهقص ولا ايه حكايتها؟ يلا الله المستعان، شوفوا وشكوا على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.